ايه ده؟ يا ترى مين اللي عمل كده في المعمل يا دكتور؟ ودي محتاجة سؤال يا غبي. أكيد يحيى واللي معاه استغلوا إننا مشغولين في مراقبتهم ودخلوا عشان يعرفوا أنا وصلت لإيه بالظبط. كنت عارف إنه ذكي، لكن ما كنتش أعرف إنه شجاع للدرجة دي. طب يا دكتور وهتفرق ايه انه ياخد التعويذة؟ ما انت كده كده حافظها. هو دلوقتي أكيد بيفكر إزاي يبطل مفعولها، وأكيد كمان بيدور على نص بردية الحياة اللي معايا، ما يعرفش إنها ما بتفارقنيش مهما رحت. عموما خلينا كده نلعب لعبة القط والفار لحد ما نشوف هنوصل لفين. بابا، أنا كنت عاوز أحكي لك على حاجة قبل ما نروح الماتش، بس توعدني ما تقولش لماما. هي بتعرف كل حاجة من غير ما أقول لها يا يحيى. بس قولي، عاوز تحكي لي إيه؟ بابا، أنا آسف. أنا ما كنتش قد الوعد اللي وعدتهولك. أنا رجعت للعصر القديم تاني، بس كان غصب عني. غصب عنك؟ إزاي يا يحيى؟ مش أنت اللي بتقول كلمة السر؟ زي ما حكيت لك يا بابا، لما الملك رمسيس التاني كان عندنا، الدكتور عجيب عارف كل حاجة عني وعن كلمة السر، ومن ساعة ما عرفت حقيقته ورفضت أساعده وهو بيطاردني، الحكاية كبرت ولقى طريقة يدخل بيها للزمن القديم وممكن يعمل كارثة. كان لازم أواجهه وأحمي تاريخ كيميت. رغم زعلي منك لأنك ما نفذتش الوعد اللي بينا، إلا إني هحترم صراحتك طالما حكيت لي اللي حصل. لازم تعرف يا يحيى إن مستحيل أنا وماما نمنع حد فيكم عن حاجة بيحبها، إلا لو كنا شايفين إنها فعلا خطر عليه أو ممكن تأذيه. إحنا هدفنا الأول والأخير هي مصلحتكم، وإننا نشوفكم أحسن ناس في الدنيا. وهقول الكلمة اللي ماما بتقولها على طول، أنا قلبي كان حاسس من ساعة ما الملك رمسيس دخل عالمنا. يعني أنت مش زعلان مني؟ لا، بس توعدني بعد كده لما تعمل أي حاجة تحكي لي ونتكلم كأننا أصحاب. حتى لو غلطت تحكي لي يا يحيى، محدش بيخبي عن صاحبه حاجة. طيب، بما إننا أصحاب خلي ده معاك. إيه ده يا يحيى؟ ده هدية من الملك رمسيس التاني، تمثال ليه وهو طفل مع حورس، وأنا مش عارف المفروض أعمل إيه، أخليه معايا ولا لأ؟ لا طبعا، ده تمثال أثري ملك للدولة ولازم ترجعه. خليه في شنطتك دلوقتي، وبعد الماتش هقولك هنعمل إيه. حاضر يا بابا. يلا عشان مازن مستنينا نعدي عليه.